بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد من قناة كريزي لايف. احنا كنا عرفناكم بنفسنا قبل كده ونزلنا اول حلقة لينا، وبنشكر كل اللي شافنا. احنا النهاردة جايين نتكلم في قضيتين مهمين جدا. اول قضية زينة عرفة حسن ريحان، طفلة عندها 5 سنوات تم محاولة اغتصابها، وبعد فشل محاولة اغتصابها تم قتلها عمد. بجد الواحد مش عارف يقول ايه. ربنا يصبر اهلها، ويعني يجعل عندهم اليقين ان بنتهم ديت ان شاء الله هتبقى في اعلى درجات الجنة. والقضية التانية قضية بنات الاخوان المسلمين اللي تم حبسهم. احنا قدرنا نجيب معلومات عن زينة. طبعا موضوع محزن ومخزي جدا ان طفلة زي ديت يتم التعامل معاها بالطريقة دي وبالقسوة دي. زينة عرفة حسن ريحان، طفلة من بورسعيد، زي ما قلت تم محاولة اغتصابها، وبعد فشل المحاولة تم قتلها عمد. والمتهمين اللي رموها من الدور ال11 اللي بلا قلب وبلا احساس ولا شفقة على الاطفال. محمود محمد محمود، شخص شاب ساكن في العقار. وعلاء عزت، علاء جمعة عزت، سوري، علاء جمعة عزت ابن بواب العقار. دول المتهمين في القضية. نفسي اعرف ايه اللي خلاهم يحاولوا محاولة زي دي، محاولة مخزية، محاولة يعني مفيش بني ادم يتصور ان هو ممكن يغتصب طفلة عندها 5 سنين لسه ما شافتش حاجة في حياتها. طفلة نفسها تكبر عشان اهلها يفرحوا بيها. احنا بنبلغ رسالة لاهلها وبنقول ربنا يصبرهم. بعد كده اخر الاخبار اللي وصلتنا امبارح ان بعد التحقيق معاهم وبعد القبض عليهم تم احالة الشخصين المتهمين من التحقيق مع النائب العام الى التحقيق الى النيابة العامة. ولسه الاخبار دي وصلنا من شوية. بعد التحقيق معهم في النيابة العامة تم احالة المتهمين الى محكمة الجنايات في بورسعيد عشان يتم محاكمتهم هناك. يا جماعة احنا بجد مش هنسكت الا لما نجيب حق زينة. القضية التانية معانا قضية الاخوان المسلمين وبنات الاخوان المسلمين اللي هم اخواتنا واهلنا، جارتي وجارتك واختي واختك، اللي تم القبض عليهم وتم اعتقالهم وتم مقاضاتهم بدون رحمة. 22 فتاة، منهم المتعلمين ومنهم اللي لسه بيكملوا ومنهم المتزوجين. عايز اقول للقاضي انت حكمك غلط. القاضي اللي حكم عليهم انت حكمك غلط، وانت كده بتثبت التهمة مش عليهم، على كل شخص عادي، كل شخص بيقول رأيه. احنا قلنا يا جماعة حرية في 25 يناير عشان كنا اتخنقنا من 30 سنة فساد. احنا مش اخوان، ولا انا اخوان ولا اصحاب اخوان، ولا بنتكلم في السياسة، بس لما بنلاقي حق لازم نجيبه، وما بنلاقي غلط وفساد بنهاجمه مهما كان التمن ومهما كان اللي هيحصل لنا، واحنا بنخافش. بس عايز اقول لكم حاجة، كل اللي بيحصل غلط، وحكمك عليهم يا قاضي كان غلط. حرام ان انت تضيع مستقبلهم، مستقبل كل بنت،
يعني مستقبل كل بنت بتحلم ان هي تخرج من جامعتها وتكمل حياتها ب... بحاجة بتحلم بيها. انت كده بتقتل احلامهم، مش بتقتلها، انت بتقتلها وبتدفنها معاهم بجد. انا مستاء من الموقف جدا. 22 بنت، حرام، حرام. واحنا ما بنتكلمش في السياسة، بس بيتهيألي موضوع زي دوت ما يتسكتش عليه. كان لازم ان احنا نقول، وكان لازم ان احنا نعمل كل حاجة، وكان لازم نتكلم ونهاجم اللي بيحصل دوت. بيتهيألي احنا جبنا معلومات عن البنات ديت، قدرنا نعرف هم مين، اساميهم، سنهم، في جامعات ايه، واللي اتخرجوا. طبعا يا ريت اقول لكم اساميهم. انسة علا علاء الدين ابراهيم، هندسة خاص اولى، 18 سنة. انسة اسراء جمال شعبان، فنون جميلة، اعدادي، 19 سنة. انسة سمية رجب علي، اولى علوم، 19 سنة. انسة سمية بشر، اولى اداب علم نفس، 18 سنة. انسة الاء اسامة العراقي، خريجة فنون 2013، 22 سنة. الانسة منى ماهر البلتاجي، اولى علوم، 18 سنة. الانسة سارة عبد القادر، اولى فنون ديكور، 19 سنة. الانسة آية طارق مصطفى، اعدادي صيدلة، 18 سنة. الانسة رضوى رمضان عبد الحميد، اولى ثانوي عام، 15 سنة. الانسة فاطمة تانية ثانوي، 15 سنة. الانسة مها محمد مصطفى، اولى علوم، 18 سنة. الانسة مودة محسن مصطفى، اولى ثانوي، 16 سنة. الانسة روضة حسام شلبي، خريجة هندسة 2013، 22 سنة. الانسة عائشة عبد الله عبد السلام، تانية ثانوي ازهري، 16 سنة. الانسة سلوى، لا سوري، مدام سلوى محمود السيد، مدام سلوى محمد السيد، مدام سلوى محمد السيد، والدة رضوى المعتقلة. تم برضو حجزها ومحاكمتها مع البنات دول. مدام سونيا عبد الرحمن احمد، ماجستير حقوق، محامية، ماجستير حقوق يا جماعة. ام الولد وبنت، بجد حرام. بتهيألي انا ممكن اسأل القاضي سؤال، اقول له ايه مصير الولد والبنت اللي انت حبست امهم دول، ايه مصيرهم؟ نكمل وبعد كده نكمل كلامنا يا جماعة. الانسة سلوى رضا محمد، اولى ثانوي، 16 سنة. الانسة يمنى انس محمد ابو عيسى، اولى ثانوي، 15 سنة. الانسة جهاد اولى اداب علم نفس، 18 سنة. الانسة ايه كمال الدين، تالتة ثانوي، 17 سنة. الانسة نسمة نبيل السيد، ثانوي، سنها اقل من 18 سنة. الانسة خديجة بهاء الدين محمد، تانية ثانوي ازهري، 15 سنة. بتهيألي انا كده قلت اسم ال 22 بنت، وفيهم اللي متجوزين وفيهم الخريجين. ايه مصيرهم؟ مصير البنات منهم هيخشوا الاحداث.
هيضيع مستقبلهم. حرام، بجد حرام. انا بقول للقاضي انت بحكمك ده ظالم. احنا كنا بنقول للظلم لا، وانا بقول لك لا، حكمك ده ظالم. حرام عليك، راجع نفسك. لو واحدة من دول بنتك هترضى لها كده؟ وما تحاولش تقول لي بنت. لو عندك بنت مش هتنزل مظاهرة وتطالب بحقها؟ هتنزل برضاك او غصبا عنك. لو انت موافق على النظام هي هتنزل لان هي مش موافقة. لو انت موافق على الفساد هي هتنزل لان هي مش موافقة. ويا ريت يا جماعة ما تزعلوش مني، يعني لو حصل اي لفظ مني، بس الوضع الحالي هو اللي اضطرني ان انا اقول الكلام دوت. هو اللي اضطرني ان انا اتكلم بالطريقة دي. وضع محدش يتكلم، يعني محدش يرضى ان هو يتكلم عليه. وفي نهاية الحلقة بتاعتنا طبعا بشكر كل اللي بيشاهدونا، وبشكر كل اللي بيسجلوا معانا وكل اللي بيتفرجوا علينا. واحنا نزلنا فيديو من قيمة 3 ايام، فيديو لزينة عرضنا فيه صور زينة وعرضنا فيه صورة امها. وبشكر الباشمهندس جابر، هو طبعا اللي تعب في تصميم الفيديو دوت، وتعب في تركيبه وتعب في كل شيء فيه. بشكره شكر خاص مني ليه. والباشمهندس محمد برضو تعب معانا في حاجة زي كده، ان هو قدر يوفر لنا الصور ديت، وقدر يقعد معانا ويوفر من وقته. وان شاء الله اقابلكم في الحلقة اللي جاية. وبالنسبة للسادة المشاهدين لو عايزين تتابعونا يمكنكم متابعتنا عن طريق www.facebook.com/thecrazylife2014. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.